إذا كنت تبحث عن مكان يجمع بين تحقيق أهداف اللياقة البدنية والعلاج الطبيعي، فإن المراكز الرياضية المتطورة هي الخيار الأمثل لتلبية احتياجاتك وتحقيق أهدافك الصحية والجسدية. فالرياضة هي الاستثمار الأول في الصحة جسديا ونفسيا. أول مركز رياضي متقدم في محافظة النجف بدأ يستقطب الرياضيين من كلا الجنسين، وبات وجهة المصابين لغرض العلاج الطبيعي والتأهيل البدني بإشراف مدربين محترفين وأكاديميين. مجمعنا الرياضي يحتوي على قاعة رياضية للرجال تحتوي على أحدث الأجهزة الأمريكية، يعني إصدار 2023 الحمد لله، وكان تصنيعهم تصنيع خاص لمجموعتنا الرياضية. أيضا أنشأنا قاعة نسائية. القاعة النسائية هي عبارة عن قاعتين، قاعة تضم ألعاب الحديد والرشاقة، وقاعة للألعاب السويدية احنا نسميها الكلاسات الرياضية. أيضا أنشأنا مسبح، أنشأنا ملعب خماسي، أنشأنا مجموعة من الحدائق. عملنا هو تكاملي. من ضمن أقسامنا وأقسام العمل بهذا المشروع أنشأنا مركز لتأهيل الإصابات الرياضية. تحتوي هذه المجموعة الرياضية على قاعات لتمارين الرشاقة وكمال الأجسام للرجال، وقاعات أخرى للنساء، ومسابح وخدمات الاستجمام الطبيعي، ومركزا خاصا بمعالجة الإصابات الرياضية والتأهيل البدني للمصابين، وحدائق خاصة لرياضة المشي، بالإضافة لملاعب خاصة بكرة القدم. طبعا بالفترة الأخيرة حقيقة يعني صار وعي أكثر على الرياضة بصورة عامة، وخاصة على الجيمات. طبعا احنا من قبل نشوف يعني بعض الرياضيين يتجهوا للجيمات لغرض مكسب مصدر القوة والعضلات، أما بالفترة الأخيرة لا، حقيقة يعني صرنا نشوف الناس إقبالها متنوع، لسبب أنه بعض الأشخاص يحبون أنه يتخلصون من السمنة أو العكس، بعض الأشخاص يحب يرفع من كتلته العضلية، وبعض الحالات حقيقة يعني عندنا أنه يحب يحافظ على رشاقته. بالنسبة لجيم قوفة النسائي يعني مؤسسة متكاملة، عندكم علم أو ما عندكم أنه جيم مجالي، جيم نسائي، مسبح. فالحمد لله والشكر من بداية افتتاح الجيم تقريبا وشهر لحد هسه أنا مستمرة، رغم ظروفي الصعبة أنه أنا موظفة وبيتي بعيد، بس أيام قليلة أقدر يعني ما أجي، بس ماكو انقطاع. دليل على شنو؟ دليل أنه المؤسسة مؤسسة تقريبا متكاملة، الكادر متعاون، الفائدة الملموسة شفناها من الجيم. مركز التأهيل البدني ومعالجة الإصابات الرياضية إحدى أهم المراكز التي تتواجد في هذا المجمع الرياضي. إصابات كثيرة تم معالجتها وفق بروتوكولات طبية وأكاديمية للتخلص من الآلام وإعادة بناء الأنسجة العضلية بإشراف مختصين. طبعا هذا القسم بشقين، الشق الأول هو خاص بالرجال والشق الثاني هو خاص بالنساء. بالمناسبة احنا أغلب الإصابات اللي جاي تصير عندنا هنا بالنسبة للأشخاص الرياضيين تكون على يعني على 4 محاور. المحور الأول هي الإصابات الفسلجية، والمحور الثاني هي الإصابات المفصلية، والمحور الثالث هي الإصابات العضلية، والمحور الأخير هي الإصابات الوترية. احنا نتناول فقط 3 محاور اللي هي الإصابات العضلية والإصابات المفصلية والإصابات الوترية، بينما الإصابات الفسلجية هذا مو من شغلنا، هذا شغل أخصائي يعني الأطباء اللي موجودين، يعني تعتبر نوع من أنواع الإصابات الداخلية الخاصة يعني بعضلة القلب أو الجهاز الدوري التنفسي. من خلال خبرتي الميدانية، كوني أنا تدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، واختصاصي أنا الريبيتيشن سبورت ميديسن، يعني إصابات رياضية، مرت علي العديد من الإصابات، وبالأخص بالفترة الأخيرة كانت عندنا إصابة للأسف الشديد يعاني من عندها صغار السن وحتى يعني العمر متوسط، هي إصابات اللمبر تراكشن اللي هي الانزلاقات الغضروفية. وأسباب الانزلاقات الغضروفية كثيرة جدا، يعني راح تكون مثلا من ضمنها العوامل الداخلية ومن ضمنها العوامل الخارجية. العوامل الداخلية
هي ضعف القوة وضعف المرونة المفصلية وكذلك مطاطية الألياف العضلية. العوامل الخارجية اللي جاي يمر بها الشخص نتيجة التدريبات الغير مقننة أو يعني تعرض اللاعب إلى مجهود بدني جدا عالي، فهذا يؤدي إلى حدوث نوع من أنواع الإصابات المفصلية. برامج التأهيل البدني لا تقتصر على الرياضيين فقط، بل تساعد أيضا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل إصابات العظام أو العضلات، وكل ما يعاني من السمنة والأمراض التي تنتج عنها. لكن يبقى هذا المكان بصيص أمل لكل من يريد بدء حياة صحية جديدة. أحمد الحسيني، آسيا تي في، النجف الأشرف.